عمرك سألت نفسك هي الستارة هتتقفل ازاي؟ العالم ده آخره ايه؟ يوحنا الحبيب وهو منفي في جزيرة بطمس ربنا فتحها له على الآخر وشاف شريط الزمن بيخلص قدام عينيه. النهاردة هنحكي الحكاية من أول كنيسة بتجاهد على الأرض لغاية مدينة دهب نازلة من السماء. استعدوا، لأن اللي هتشوفوه النهاردة مش خيال مؤلف، ده واقع مستنينا ورا حدود الزمن. البداية كانت في يوم حد، يوحنا قاعد في جزيرة بطمس وفجأة الصوت اخترق السكون، صوت زي رعد بوق عظيم. لما لف عينيه وقعت على 7 مناير دهب ضخمة، واقف في وسطهم حد هيبته تخلع القلب. ده ابن الإنسان لابس ثوب أبيض ناصع واصل لغاية رجليه، ومنطقة عند صدره بحزاب دهب بيلمع، شعره أبيض زي الصوف النقي أو زي التلج اللي الشمس ضاربة فيه، وعينيه كأنها لهيب نار بتخترق الحجب. رجليه كانت بتلمع زي النحاس النقي اللي لسه طالع من نار الفرن، وصوته كان ليه هيبة زي صوت هدير شلالات مية جبارة. في ايده اليمين كان شايل 7 نجوم، ومن بقه خارج سيف بحدين بيلمع. يوحنا من الهيبة وقع كأنه ميت، بس الإيد الحنينة لمسته وقالت له ما تخافش، الرب يسوع هنا باعت 7 رسايل ل7 كنايس: أفسس، سميرنا، برغاموس، سياتيرا، سردس، فيلادلفيا، ولودوكية. كان بيوصف حالهم. دي كانت صورة الكنيسة اللي بتجاهد وسط تعب الأرض، بس عينيها على وعود السماء. وفجأة الكاميرا بتطلع لفوق، السقف اتفتح ويوحنا لقى نفسه في غرفة عمليات الكون. لقى عرش عظيم والجالس عليه نوره ملوش وصف، كأنه مزيج من حجر اللي يشبه العقيق. وحوالين العرش قوس قزح زمردي بيلف المكان بهدوء وجمال. الأرضية ما كانتش تراب، كانت بحر زجاج شبه البلور الصافي بيعكس كل حركة بتحصل جوه السماء. وحوالين العرش في 24 عرش صغير، عليهم 24 شيخ بلبس أبيض وتيجان من الذهب. وفي نص المشهد 4 كائنات حية غريبة مبهرة، واحد شبه الأسد، والتاني شبه العجل، وتالت بوجه إنسان، والرابع نسر طاير. الكائنات دي متغطية عيون من كل ناحية، وما بيبطلوش تسبيح ليل نهار. وكل ما يسبحوا 24 شيخ يسجدوا ويرموا تيجانهم قدام العرش في خشوع رهيب، وكأن السماء كلها بتتهز من جملة واحدة: قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء. وهنا يوحنا لمح في ايد الجالس على العرش كتاب مقفول ب7 ختوم شمع. مفيش حد في كل الكون قدر يفتحه. يوحنا قعد يعيط، وفجأة ظهر الخروف القائم كأنه مسبوح، وبدأ يفتح الختوم. ومع كل فتحة ختم في كدر بيتحرك على الأرض،
وهي أزمنة بتمر بيها الكنيسة. الختم الأول حصان أبيض راكبه فارس مع قوس وتاج، وخرج غالب ولكي يغلب. أما الختم التاني حصان أحمر ناري راكبه فارس مع سيف عظيم عشان ينزع السلام وتكون حروب على الأرض. الختم التالت حصان أسود راكبه مع ميزان وصوت بيقول ثمنية قمح بدينار، إشارة للجوع والغلا. الختم الرابع حصان أخضر باهت اسمه الموت، والهاوية ماشية وراه بتبلع في الناس. الختم الخامس يوحنا شاف تحت المذبح نفوس الناس اللي اتقتلت عشان خاطر ربنا، وهم لابسين ثياب أبيض وبيستنوا العدل. الختم السادس زلزال جبار، الشمس اسودت والقمر بقى لون الدم، والنجوم وقعت كأنها تين مستوي وقع من ريح شديدة. الكل استخبى في المغارات من رعب يوم الغضب. أما الختم السابع صمت رهيب في السماء لنص ساعة، كأن الكل كتم نفسه قبل الأحداث اللي جاية. وبعد السكوت ظهر 7 ملايكة ب7 أبواق ذهب. مع كل بوق الطبيعة كانت بتبعت رسالة إنذار قوية للتوبة. في الأول وقع برد ونار بدم على الأرض، وبعدين جبل نار اترمى في البحر فبقى كله دم. وبعدين كوكب اسمه الأفسنتين وقع خلى المية مرة. وفي البوق الخامس ظهر جراد غريب من بير الهوية، ملوش علاقة بجراد الأرض، شكله زي خيل الحرب، سنانه سنان أسود، وصوت أجنحته زي جيش دبابات. كان بيعذب الناس اللي معلهمش ختم ربنا. وفي البوق السادس انطلقت جيوش فتاكة عشان تدي فرصة أخيرة للبشر إن هم يتوبوا، لكن القلب البشري كان لسه معاند. هنا يوحنا شاف آية عظيمة في السماء، ست لابسة الشمس والقمر تحت رجليها، وفي راسها تاج من 12 كوكب بيمثل صورة لجمال الكنيسة بتعليم الرسل ال12. وقدامها تنين أحمر جبار ليه 7 رؤوس و10 قرون مستني يبلع ابنها. وهنا حصلت حرب في السماء. ميخائيل رئيس الملائكة طرد التنين للأرض، والتنين لما نزل الأرض طلع وحش من البحر سلطة ظالمة، ووحش من الأرض اللي هو النبي الكذاب بيعمل معجزات مزيفة عشان يضل الناس، وبدأ يفرضوا علامة اللي هي سمة الوحش على ايد الناس او حتى جباههم. صراع مرير، التنين عايز يطفي نور الست، بس ربنا حفظها في البرية.